السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير رؤية الجزار أو اللحام في المنام. رؤية الجزار يقطع اللحم في المنام بيرمز على توزيع الميراث، ويرمز رؤية الجزار يقطع اللحم في الحلم على طلب معونة من شخص لتسهيل الأمور. طب من رأى الجزار يقطع اللحم قطع كبيرة في المنام بيكون دليل على الوقوع في كرب ويخرج منه الرائي بإذن الله، بس بعد معاناة. أما حلم الجزار يقطع اللحم لقطع صغيرة بيدل على سهولة الحصول على الحقوق والمطالب. ورؤية الجزار يقوم بتقطيع اللحم بالفرامة في المنام بتدل على تيسير كسب المال وسهولة الرزق. وبتشير رؤية اللحام يقوم بتقطيع اللحم بالسكين في الحلم إلى الوصول إلى الأهداف بعد معاناة. ورؤية الجزار يقوم بقطع اللحم الطازج في المنام بيكون دليل على الحصول على مال حلال. ومن رأى أنه يقطع أو يطلب من الجزار أنه يقطع له اللحم في الحلم فإنه بيطلب مساعدة من رجل قاسي الطباع. رؤية الجزار يقطع اللحم والدماء تسيل منه في المنام بتدل على نيل الرزق المشبوه. أما رؤية اللحام وهو يقطع اللحم الفاسد في الحلم بتدل على السعي بالطريق غير السليم. رؤية مساعدة الجزار بتقطيع اللحم في المنام بتدل على المشاركة بأمر يجهله. أما رؤية الجزار يقطع اللحم في البيت بيدل على التفريق بين أهل هذا البيت، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية الجزار في المنام للرجل بترمز على مرض يصيبه إن كانت ثيابه ملوثة بالدماء. وربما دلت رؤية العمل جزار في الحلم للرجل على الصرامة والقوة في التعامل مع الآخرين. أما رؤية شراء اللحم من الجزار في المنام للرجل بيدل على زيادة في ماله ورزقه. رؤية تقطيع اللحم مع الجزار في المنام للرجل بيدل على توزيع مال له. أما شراء محل الجزار في الحلم للرجل بيدل على الدخول بمشروع مربح. سرقة اللحم من الجزار في المنام بيدل على سلب أموال الآخرين. أما رؤية مصافحة الجزار في الحلم للرجل ترمز على دخوله في أمور عصيبة. شراء اللحم من جزار معروف في المنام للرجل بيدل على تحصيل الحقوق. بتشير رؤية ضرب الجزار في الحلم على التغلب على رجل شديد وقوي، والله أعلم. رؤية الجزار في منام العزباء بيدل على تعرضها للقسوة وسوء المعاملة. ربما دلت رؤية الجزار في الحلم للعزباء على مرضها وسوء حالها. وإذا رأت الفتاة العزباء جزار ثيابه نظيفة في الحلم فإنها تنال رزق وفير. ورؤية شراء اللحم من الجزار في منام العزباء بيدل على الزواج من رجل ذو شخصية قوية وحازم. أما رؤية الذهاب إلى جزار معروف في الحلم بيدل على الصلاح في مساعيها. الهروب من جزار مجهول في المنام للعزباء بيدل على النجاة من ضيق والخروج من محنة. تشير رؤية الجزار يقطع اللحم لقطع صغيرة في الحلم إلى سهولة الحصول على رغباتها ومتطلباتها. تنظيف محل الجزارة في المنام العزباء بيدل على سلامتها في دينها وأخلاقها. أما رؤية الجزار يوزع اللحم بين الناس في الحلم للعزباء بيدل على رغبتها بالقيام والأعمال الخيرة والمفيدة للآخرين، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية الجزار في منام المرأة المتزوجة بتدل على قسوة الزوج. ربما دلت رؤية الجزار في الحلم على ضيق العيش والمرض. أما إذا كانت ثيابه متسخة. وإذا رأت المرأة المتزوجة جزار يذبح الحيوانات للأضحية الحلم هنا في إنها تنفق مالها في الخير ومساعدة الآخرين. رؤية شراء قطع كبيرة من اللحم من الجزار في المنام بيدل على دخولها في محنة. أما رؤية الخوف من جزار في الحلم بيدل على تعرضها للضرر من الآخرين. دخول محل جزار معروف في المنام للمرأة المتزوجة بيدل على طلب المساعدة. رؤية تنظيف محل الجزار في المنام بيدل على ابتعادها عن المعاصي والعودة للطاعات. رؤية الزوج يعمل جزار في حلم المتزوجة بيدل على زيادة في رزقه ونيله عمل جديد ينال منه الخير بشرط أن يكون الملابس نظيفة. وقيل رؤية الابن يعمل جزار ويقطع اللحم في المنام بيدل على نيلها منفعة من أولادها، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية الجزار في منام المرأة المطلقة بيرمز على تعرضها للظلم من أهلها. كمان ربما بيرمز رؤية الجزار في حلم المطلقة على كثرة الهموم والأحزان. رؤية الجزار يقطع لحم الخروف في المنام للمطلقة بيدل على نيلها مساعدة مالية من أهلها.
ورؤية جزار ثيابه ملطخة في الحلم للمطلقة بيدل على ضياع حقوقها. أما حلم محل الجزار الملوث للمطلقة بيدل على الفساد في سعيها. شراء لحم مفروم من الجزار في المنام للمطلقة دليل على زوال الهموم. أما أكل اللحوم المطبوخة عند الجزار في الحلم بيدل على زيادة في قدرها وقيمتها أمام الآخرين. رؤية الجزار في منام المرأة الحامل بيرمز على صعوبة الحمل. وقيل حلم شراء اللحم من الجزار بيدل على نيلها الصحة والعافية بعد مرضها. أما إذا رأت المرأة الحامل إن الجزار يقطع اللحم في المنام فإنها تحصل على مساعدة لإتمام أمور الولادة. وأفضل الرؤى رؤى الجزار للحامل إن تراه يذبح أضحية في المنام فبتكون دليل على السلامة والبركة. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.